السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك لنا فيه يا رب العالمين. النهاردة جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. هنعمل النهاردة عشاء خفيف كده مع بعض. نعمل كده كبدة اسكندراني. معانا هنا 400 جرام كبدة بلدي، معانا فلفل الوان، معانا ليمونتين، معانا فصين توم مطحونين، وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا وملح، من كل حاجة نص معلقة صغيرة. معانا هنا التوم. نعمل بقى التتبيله بتاعه الكبده. هنعصر عليها الليمون كده. عايزاكم تصلوا على النبي كتير وتنزلوا تحطوا لايك، وعايزه اشوف تعليقاتكم كده وتشجعوا القناه كده. زي ما انتوا شايفين كده عصرنا الليمون. هننزل بقى عليه بمعلقه خل، نقلبها كده. ننزل عليه بالتوابل، نقلب كله مع بعضه كده لحد ما يدوب. ناخده نحطه على الكبده، نسيبها بتاع 10 دقايق يعني تتبل فيها كده. حطيناها كده، هنقلبها بقى في بعضها. معانا كده طاسة على النار، هنسخنها وننزل فيها بمعلقتين زيت كبار زي ما انتوا شايفين كده، ونسيب الزيت يسخن قوي 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 قوي، يعني عشان لما ننزل بالكبده تاخد الصدمه كده، عشان ايه ما تنزلش حاجه منها يعني. ولازم تكون الطاسه على قد الكبده اللي انت تحطها، ما تكونش صغيره، علشان ايه تاخد الصدمه على طول. كده الزيت سخن، هننزل بقى بالكبده فيه. ما تقلي يعني، ما تحاولي ما تقلبهاش على طول. وكان معانا هنا حته دهنه ضاني، فحطيناها عليها بتخلي الطعم تاخده في حته تانية خالص يعني. زي ما انتوا شايفين كده اهي. تاخد يجي 10 دقايق كده قبل ما نحط عليها الفلفل. نقلبها بقى كده كده، هي ما نزلتش حاجه. معانا هنا بعد ال10 دقايق هننزل بقى بالفلفل عليها كده. ان هنا حبيت احط فلفل الوان اصفر واحمر، يعني ايه بيدي لون حلو كده وطعم كمان تحفه يعني. تقلبها كده وتسيبها 10 دقايق. نكون احنا بقى عملنا سلطه الطحينه كده عشان ايه السندوتشات. زي ما انتوا شايفين كده كده خلاص بقى ايه، خلاص استوت كده تمام. اهي بعد ما خلصت هناخد بقى العيش الفينو ده اللي انا كنت عاملاه معاكم. حط عليها كده طحينه. بص حاجه فاخر من الاخر يعني.
شفتوا الجمال؟ شفتوا فلفل الالوان عطاها لون تاني وحاجة تانية كده يعني، بس والله الكاميرا ظلمها يعني. عايزاكم تجربوها كده، تحفة. وعايزة اشوف لايكاتكم وتعليقاتكم عشان يوصلكوا كل جديد. شفتوا الجمال؟ حط بقى قرنين شطة سبايسي كده. وعايزة اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.